هاي، انا النهارده هنا عشان احنا بنحتفل بالانيفرساري بتاع انيجما ماجازين، عيد ميلادها 20 سنه. انا في ال20 سنه دول كنت موجوده يمكن في اخر 10 سنين بس، عشان قبل كده كنت لسه ما جيتش يعني مصر. انيجما كانت معايا من بدايتي. اول كفر ليا كان ده، بحبه قوي يعني لغايه دلوقتي ببص عليه بشوف انه حلو. كان فالنتاين، كان اول كفر ليا مع انيجما، كنت مبسوطه وكنت حابه الكرو كله، وعملنا يعني فاشن شوت كان لذيذ. يعني كانت البدايه. بحس ان الانيجما كانت من المجلات اللي تنبأت لي بمستقبل حلو وبالنجاح والحمد لله ان انا يعني قدرت احقق حاجات كتير بعد كده. الكفر ده تقريبا اغرب كفر انا عملته في حياتي. يعني كنت بلوند، اول مره اجرب ابقى بلوند. كنت شبه الدول كده، كانت دي الفكره. الايديا كانت شويه مجنونه شويه وكرييتيف، واقترحوا عليا ساعتها الستايلست ميسة وسحر عزب، طبعا هم اللي كانوا دايما في انيجما في كل الكفرز دي. وكانت الفكره انه يعملوا لي ترانسفورميشن كده، وانا قبلت. كانت مغامره عملنا الصور دي، كانت كلها شكلي مختلف تماما. يعني يمكن كان المره الوحيده في حياتي اللي جربت فيها ده. دي مش انا يعني مش انا خالص. بحب دي يعني والله. دلوقتي يعني بشوف ان في جرأة، حتى الميك اب، حتى كل حاجة كان في جرأة ان احنا بنجدد، بنعمل حاجة، بنجرب حاجات مختلفة. يعني هو ده الفاشن، يعني ان احنا برضو، وانا كممثلة بحب اغير. فده كان تاني كفر. تالت كفر يمكن اكتر كفر بحسه شبهي دلوقتي، يعني قريب من شكلي اكتر دلوقتي. كان انا فاكره الكفر ده كويس، كان رمضان، كان بعد رمضان، نزل في العيد وفي الاجازه وكده، بس احنا صورناه في رمضان في اخره. فده كان الوانه وكده لايقه على العيد. وبحب الستايلينج قوي في الكفر ده. بحب الستايلينج فعلا، يعني نفسي الهدوم دي البسها تاني. اخر واحد بقى ده اهم واحد بالنسبه لي. ليه؟ عشان انا انيجما كانت بتكرمني في لوس انجلوس على كل الكارير بتاعي. حلوه قوي ان مجله تبقى معايا من الاول، من 10 سنين وانا ببدا، وبعد كده وانا حققت حاجات وعملت اعمال كتير وعملت اسم اكبر، تبقى معايا كمان عشان تكرمني. اتأثرت مش عارفه ليه. فثانك يو. يعني طبعا كان نجم محمد رمضان معايا، احنا كنا قبل كده عاملين مسلسل مع بعض، وكانت سفريه حلوه وكان مومنتس حلوه قوي بجد، انا اتبسطت بيها. بقول لانيجما هابي انيفرساري وثانك يو. وياسمين شحاته بقولها ميرسي على كل الشغل الحلو بتعمله. عايزه اقول حاجه، ان انيجما كانت موجوده من قبل ما يبقى في مجلات كتير دلوقتي. انيجما ليها مكانه خاصه، لان هي اللي كانت موجوده من البدايه معانا وبس. فده اخر حاجه. دي صور من الايفنت اهي هنا مع ياسمين ومحمد حديد وكل الايفنت اهو. انا سافرت اصلا الايفنت ده، كنت بصور المسلسل بتاعي، اخر مسلسل عملته بلا دليل، وسافرت يومين بس، كان نفسي اقعد اكتر بكتير يعني بجد. هابي انيفرساري وثانك يو. يا رب نكمل مع بعض طول عمرنا وسنين وسنين، ونعمل حاجات حلوه وكفرز حلوه، وتبقى دايما انيجما متابعيني وانا متابعاها، وبالنجاح ان شاء الله. ثانك يو.